يا ترى أدخّل بنتي مدرسة إيه؟ الجزء التاني، بما إن ده الميعاد السنوي فيه تقديمات المدارس وبرضه ميعاد الinterviews، أي حد عنده طفل في سن دخول المدارس بيدوّر على المدرسة المناسبة لإمكانياته وفي نفس الوقت ياخد منها أحسن حاجة، فبما إني بقى لي كتير بادوّر قُلت أنفعكم بالحاجات اللي أنا وصلت لها. بالمختصر كده أنواع المدارس إيه في مصر، النوع الرابع وهُم يعتبروا نوعين، المدارس الحكومية الدولية والمدارس اليابانية. الحكومية الدولية بتكون مدعمة من الحكومة ولكن بالمناهج الدولية، ودي مصاريفها بتكون حوالي من 15,000 جنيه ل40,000 جنيه. مشكلتها بس إنها لسه ما خدتش الاعتماد الدولي، ولكن هي خلاص على وشك تاخد الاعتماد ده. المدارس اليابانية ماشية بنظام التوكاتسو الياباني، وده نظام بيعتمد على إن كل طفل يعتمد على نفسه ومصاريفها بتبدأ من حوالي 13,000 جنيه. خامس نوع هو المدارس الأزهرية، ودي ليها نظام مختلف شوية لأنها بتهتم بالعلوم الدينية جنب العلوم الدنيوية. مدارس الأزهر فيها مدارس حكومية مصاريفها رمزية، بتكون حوالي من 500 جنيه ل1000 جنيه، وفي الأزهر النموذجية ودي بتكون مصاريفها أغلى شوية من 1500 جنيه ل3000 جنيه، ويقال إن المستوى الأكاديمي فيها أعلى شوية. وفي معاهد أزهرية خاصة ودي بيكون مصاريفها أغلى شوية، بتكون من 30,000 جنيه لحوالي 40,000 جنيه أو أكتر حاجة بسيطة. رقم 6 وهي المدارس الدولية، ودي فيها 3 أنواع، الIG والأمريكان والIB، ودول مصاريفهم بتتراوح ما بين 70,000 ل300,000 جنيه. لو عايزين تعرفوا معلومات أكتر عن كل نوع من أنواع المدارس عشان تقرروا هتدخلوا ولادكم إيه، اكتبوا لي في الكومنتات وإن شاء الله أعمل لكم فيديوهات تانية عن كل نوع من المدارس بالتفصيل. ها أنا كده حيرتك أكتر صح؟ أنا كمان محتارة زيك. قولي لي ابنك دلوقتي داخل المدرسة وعملتي إيه واخترتي مدرسة إيه؟